عارف المشكلة فيها؟ المشكلة إنها جرعة وبتتباهى بشعر بنت أختها. أقصد إيه من الكلام ده؟ أقصد خالد الغندور. الرد على خالد الغندور وعلى الصياح اللي هم عاملينه الأيام دي، وصياح يعني مش فاهم إيه. جرعة وبتتباهى بشعر بنت أختها. أول حاجة أقدر أقول لك بمناسبة اقتراب طبعا عيد الأضحى، كل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جدل رياضي جديد، لايك وشير واشتراك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد يا حبيب أخوك. اسمع مني الكلمتين دول. خالد الغندور طالع يقول لك إيه؟ إن بيراميدز أخدت بطار النادي الأهلي من صن داونز والفوز عليها وأخدت البطولة يعني، والشوية اللقلقة دول. طيب، مين ياخد حقك انت؟ انت بتتباهى ببيراميدز اللي اخدت مكانك انت يا فاشل. بتتباهى ببيراميدز اللي اخدت مكانك انت في كل حاجه يا ريت. ده انت حتى ده انت اخدت الجمهور بتاعك بسندوتشين. اخدت الجمهور بتاعك بسندوتشين وكم 100 جنيه ولا 200 جنيه. جمهور اقسم بالله العلي العظيم ما شفت زيه في تاريخ البشريه كلها. بيشجع جميع، يعني مش هقول لك بيشجع جميع، لا، بياكل على جميع الموائد. نفس إعلاميينه بياكلوا على جميع الموائد. ياكلوا على جميع الموائد. مش مهم الزمالك يكون فين ولا يروح فين ولا يعمل ايه ولا يسوي إيه. لا، هو المهم عنده ان هو يشجع اي نادي ضد الاهلي. وش يشجع اي نادي، يعني يقدم له السندوتش. هات لي سندوتش اشجعك يا معلم. انا راجل بطني طبايخي من الاخر. نادي ملهش مبدأ ولا له مسكة ولا له حتى إعلاميين، وحتى خالد الغندور اللي هو غندور طالع بيقول لك ياخد مكان، أخد بطار النادي الأهلي. يا غبي، يا متخلف، يا عقليات لا تسمح لها ولا يصلح لها أن تكون وسط البشرية. البيراميدز أخد مكانك أنت وصن داونز، إلا النجمة الوحيدة اللي موجودة عنده على الفلنة بتاعته موجودة منك انت، على جفاك انت، كانت بطنك انت، كانت ماسحة بوشك انت الارض. كانت فايزة عليك انت 3-1. النهائيات اللي كانت موجودة، النهائيات الموجودة اللي حصلت ما بين بيراميدز والاهلي، ما بين صن داونز والاهلي، نهائيات كان النادي الاهلي راميها بره ب4-1. كان بيراميدز فاز عليها يعتبر 2-1. انت هزمت منها 3-1. انت فين من اللي انت ما تقوله؟ وفين ناديك وفين مشجعينك وفين اساسا جماهيرك؟ ده لو كان فيكم اساسا نادي. انتوا لا ليكم نادي حاليا. ما فيش حاجه اسمها في مصر نادي الزمالك. ما حدش يقول لي فيه نادي الزمالك. خلاص، في حاجه اسمها نادي بيراميدز. دول جماهير نادي بيراميدز. نادي الزمالك خلاص هيغيروه. زي ما كان الفاروق وبعد كده بقى المختلط وبعد كده بقى بيراميدز خلاص، او كان المختلط وبعد كده بقى فاروق وبعد كده بقى بيراميدز. مش بقى الزمالك مش فارقه انه هيكون البيراميدز. مش فارق، هم مش فارق معاهم الشعار ومش فارق معاهم ومش فارق معاهم اي شيء. والله العظيم ما فارق معاهم حاجه غير السندوتش، غير ان هم يكيدوا النادي الاهلي. انت فاكر ان هم فارق معهم لعيبه، فارق معاهم نادي، فارق معاهم شعار، فارق معاهم اي شيء؟ مش فارق معاهم اي حاجه خالص. الفارق، الحاجه الوحيده اللي فارقه معاهم، انت هتديني ايه؟ النادي الاهلي مين اللي هيقف قصاده؟ اي حد يقف قصاد النادي الاهلي. احنا هقول لك حاجه سمعتها، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، من واحد كان شغال كهربائي. والله والله، وهو يعني معرفة شخصية، مش هقول لك معرفة شخصية. قال لك والله لو بيلاعب فرقة من إياهم، من بلد إياها، أقسم بالله هيشجعها قصاد النادي الأهلي. والله والله هذا حدث. في أكتر من كده؟ هم مش فارق معهم الزمالك يكون فين ولا ازاي ولا عشان ايه، بلا غندور بلا الدرديري بلا
العاد بلا حسين بلا عباس بلا اللكلكة الفاضية ده كلها، ده كله اقسم بالله بيطلع على طلع مناظر. مناظر. انا شايف ممدوح عيد يعني عشان محدث نعمة، واللي هو طبعا الجعان كده ماسك ده رايح بيها الاتحاد البطولة، بيلف. انا متهيألي نايم بيها صاحي بيها رايح بيها بيلف بيها جاي بيها رايح. ما حدش ياخدها مني. عبيطه لقي لعبة. عبيطه لقي لعبة. الزمالك وبيراميدز نسخة واحدة، دمية واحدة بتتحرك. وخدوها مني قاعدة. نادي البيراميدز اتحط في مصر لخراب الكرة المصرية، والدليل نادي الزمالك. نادي الزمالك كنت تسأل في أي حتة في الكون مين منافس الأهلي يقول لك الزمالك، مين منافس الزمالك يقول لك الأهلي. هات الزملكاوية دلوقتي اسألهم مين منافس الأهلي، هيقول لك البيراميدز. بيراميدز عشان دول أساسا نادي بلا مبدأ بلا. يعني إذا كان اللي أسس النادي مزرباخ عايز يكون مبدأهم يعني خيانة، فبيخونوا ناديهم. وغير كده مش هقدر أتكلم في الموضوع ده، عشان لو اتكلمت هدوس، ولا لساني في المشاوير دي طويل. فيلا رحم الله امرئ عرف قدرا. أنتم في أمان الله. السلام عليكم.